في ازمه جوه نادي الزمالك بسبب اللاعب سيف الدين الجزيري. طيب ايه اللي حصل مع سيف الدين الجزيري؟ سيف الدين الجزيري بيجي له عرض اماراتي عشان يحصل على خدمات اللاعب. فالعرض بيرفضه سيف الدين الجزيري. فاداره نادي الزمالك طيب ماشي يا عم، انت رفضت العرض، تعالى نفسك العقد بالتراضي عشان انا عايز اسجل مهاجم اجنبي جديد. انت ارقامك ما هيش احسن ارقام يعني. فسيف الدين الجزيري بيرفض فسخ العقد بالتراضي. طب يا ابن الحلال انت عايز ايه؟ انا عايز يفضل في الزمالك، يا تمشوني تدوني كامل عقدي، كامل التعاقد بتاعي. يا ابني هو اي ضرر بالنسبه لي ما ماليش دعوه، انا مفيش ضرر. انا عايز يا تديني كامل مستحقاتي وتمشيني، يا افضل معاك في الزمالك. طيب يا عم سامي، والاداره قررت ايه؟ اقول لك ان الاداره قررت